تسليح القمح، ازاي الحبوب البسيطة دي بقت اخطر سلاح في العالم؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من الهدهد. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيلمس حياتنا كلنا بشكل مباشر. تخيلوا ان القمح اللي بنستخدمه يوميا في العيش والخبز ممكن يصبح اقوى سلاح في العالم. ازاي الدول الكبيرة بتلعب اللعبة دي وبتستخدم القمح عشان تتحكم في مصير العالم؟ خلينا نعرف اكتر. اهمية القمح في العالم مش مجرد اكل، القمح بيعتبر اساس نظامنا الغذائي ومعظم الناس في العالم بيعتمدوا عليه بشكل يومي. مش بس كده، القمح بيأثر على الاقتصاد العالمي بطريقة مش متوقعة. في 2023 انتاج القمح وصل لاكتر من 770 مليون طن متري، والدول الكبيرة اللي بتنتج القمح زي الصين وروسيا والهند عرفوا ازاي مفتاح اللعبة. خلونا نبص على الارقام. الصين بتنتج حوالي 135 مليون طن متري في السنة، روسيا 85 مليون طن، الهند 107 مليون طن، دول زي امريكا وفرنسا كمان جزء كبير من المعادلة، وكلهم بيتحكموا في اكتر من نص الانتاج العالمي. دلوقتي الدول دي بتعتمد على استيراد القمح، زي مصر اللي استوردت 13 مليون طن متري في 2023. بتلاقي نفسها في موقف حساس جدا. اي اضطراب في الدول المنتجة للقمح بيأثر بشكل مباشر على استقرار دول زي مصر اللي بتعتمد عليه لإطعام شعبها. روسيا وأوكرانيا والقمح كسلاح في الحرب ما بينهم. الصراع بين روسيا وأوكرانيا في 2022 مش بس كان صراع عسكري، لكنه كمان كان صراع على السيطرة على مصادر القمح العالمية. أوكرانيا اللي بتعتبر سلة غذاء أوروبا كانت بتنتج حوالي 24 مليون طن متري من القمح كل سنة، لكن لما روسيا بدأت تحاصر موانئ أوكرانيا دي كانت بداية حرب جديدة اسمها حرب القمح. روسيا استخدمت سيطرتها على البحر الأسود كأداة ضغط ضد الدول الغربية. الموانئ الأوكرانية زي ميناء أوديسا كانت زي شريان الحياة للدول اللي بتستورد القمح، وبالحصار الروسي الأسعار قفزت بشكل رهيب ووصلت لزيادة تقارب 40%. الموضوع ده أثر على دول كتير في الشرق الأوسط وإفريقيا اللي بقت بتعاني من نقص في الأكل. الدول اللي بتعتمد على القمح الأوكراني زي مصر، اليمن، إثيوبيا واجهت أزمات حقيقية، وده بيوري إزاي القمح بقى مش بس أداة غذائية لكنه كمان أداة ضغط سياسي وعسكري. الصين واستراتيجيتها الذكية لتخزين القمح. الصين فهمت اللعبة يا جماعة، فهمت اللعبة من البداية، وقالت اللي مش بس أكبر منتج للقمح لكنها كمان أكبر مخزن للقمح في العالم. في 2023 الصين كان عندها أكتر من 150 طن متري من احتياطات القمح. الصين بتلعب اللعبة على المدى الطويل وبتعتبر الاحتياطي ده درع واقي ضد أي أزمة غذائية ممكن تحصل في العالم. مش بس كده، الاحتياطي ده بيدي الصين قوة كبيرة على المستوى العالمي، مش بس عشان تحمي نفسها من الأزمات لكن كمان عشان تتحكم في أسعار السوق العالمية. لو حصلت أزمة كبيرة الصين ممكن تتحكم في الأسعار وتستفيد من موقفها كأكبر مخزن للقمح. الرئيس شي جين بينغ بيعتبر الأمن الغذائي جزء أساسي من استراتيجية الصين العالمية. ومع الاحتياطات الضخمة دي الصين بقت لاعب رئيسي في تحديد مستقبل الأسواق الغذائية. العلماء والشركات والابتكار في سلاح القمح، الدور اللي بيلعبه العلم في تسليح القمح مش قليل. العلماء زي الدكتور سانجيا راجارام اللي طور أكتر من 480 نوع مختلف من القمح بيشتغلوا على تطوير أنواع جديدة من القمح تكون مقاومة للتغيرات المناخية والأمراض. الأنواع دي مش بس بتحسن الإنتاجية لكن كمان بتخلي الدول اللي عندها التكنولوجيا دي في وضع أفضل لمواجهة أزمة زراعية. كمان شركات زي كورتيفا وباير بتستثمر مليارات الدولارات في تطوير سلالات قمح جديدة معدلة وراثيا تكون أقوى وأكثر قدرة على التحمل.
بتستخدمها أفضلية كبيرة في الإنتاج وبتحميها من تقلبات المناخ وتغيراته. الحروب التجارية للقمح كسلاح اقتصادي في 2022 الهند واجهت موجة حرة شديدة أثرت على إنتاج القمح. الحكومة الهندية قررت وقتها أنها تمنع تصدير القمح عشان تضمن الأمن الغذائي المحلي. القرار ده هز السوق العالمي وزود الأسعار وسبب قلق في الدول اللي بتعتمد على القمح الهندي. ازاي؟ تخيل انك دولة زي اندونيسيا او الفلبين بتستورد كميات كبيرة من القمح الهندي وفجأة تلاقي نفسك في ازمة بسبب قرار حكومة تانية. القمح اللي هنا بقى اداة ضغط اقتصادي، والدول اللي بتنتج القمح بتستخدمه للتفاوض في الحروب التجارية. يعني العقوبات الدولية وأثرها على القمح. العقوبات اللي الغرب بيفرضها على دول زي إيران وكوريا الشمالية بتأثر بشكل كبير غير مباشر على إمدادات القمح في العالم. إيران مثلا بتستورد حوالي 7 مليون طن متري من قمح سنويا، ومع وجود العقوبات اللي بتعيق التجارة الدولية بيكون من الصعب عليها تأمين احتياجاتها من القمح. لكن في نفس الوقت إيران بتتجه لشركات جديدة مع دول زي روسيا والصين علشان تحصل على القمح اللي محتاجاه، وده بيخلق ديناميكيات جديدة في التحالفات العالمية وبيورينا ازاي تسليح القمح ممكن يعيد تشكيل العلاقات الدولية. المستقبل، هل القمح هيحدد الصراعات العالمية ولا لا؟ تعالوا نشوف. المستقبل بيحمل تحديات أكبر خصوصا مع تغير المناخ. العلماء بيتوقعوا أنه بحلول 2050 إنتاج القمح في بعض المناطق ممكن ينخفض بنسبة تصل ل 20% بسبب الظروف الجوية القاسية، وده هيخلي السيطرة على إمدادات القمح مسألة حاسمة بالنسبة للأمن القومي للدول. الدول اللي بتستثمر في الزراعة المستدامة والاحتياطات الاستراتيجية هي اللي هتقدر تصمد في المستقبل. أما الدول اللي بتعتمد على الاستيراد فهي هتلاقي نفسها في موقف صعب وضعيف قدام الأزمات العالمية. في النهاية شفنا ازاي القمح اللي بتستخدمه كل يوم ممكن يتحول لسلاح قوي في الصراعات العالمية، من الحصار الروسي على أوكرانيا، الاحتياطات الصين العملاقة، ابتكارات العلماء في تطوير سلالات جديدة. الموضوع أكبر بكتير من مجرد حبوب القمح اللي بتلاقيها في رغيف العيش عندك الصبح، بس بقى أداة ضغط سياسية واقتصادية وبيلعب دور كبير في تشكيل المستقبل. فكروا في المرة الجاية لما تاكلوا رغيف العيش عن كل الصراعات اللي بتتم عشان رغيف العيش ده يوصل لك. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم على المتابعة ونشوفكم الحلقة الجاية.